في مطبخ ام ياسين يا جماعه. بقى شوفوا احسن طبق فول زي العسل، وزبده زبده زبده، وتاكليه ويتاكل اكل. بص المنظر مع حته فلفلايه بقى وطماطمايه اللي احنا حطيناها فيها زي العسل. تعالوا نشوف عملنا ايه. وفيديو النهارده هقول لكم نصيحه، اهم حاجه اللي عشان الفول يطلع معاكي كويس هقول لكم نصيحه، وتتفرجوا على اخر الفيديو. ما تنسوش تدعموا القناه. لما هي ازاي ومهوسه. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. ننضف مطبخ ام ياسين على قد الايد. هعمل لكم الفول المدمس، انا بجهزه للعيد. كل سنة وانتم طيبين. زي ما عملنا كده في رمضان بإذن الله هنعمله في العيد بطريقة تانية. النهاردة بقى عندي على القناة في طريقة الفول الأولانية، ادخلوا شوفوها. ودي الطريقة التانية جميلة جميلة زي الفل، ويطلع أحمر زي كأنك شاياه من محل دلوقتي. الفول بتاعنا أنا جايبة كيلو فول زي ما انت عايزه تجيبي نص كيلو فول، عايزه تجيبي كيلو فول تمام زي الفل. احنا جبناه ونقعناه. اهم حاجه النقع يا جماعه. الفول الايام دي عايزه النقع علشان مش هتستوي بسرعه. لو قعدتيها كام ساعه، ساعتين 3 حتى لاخر النهار مش هتستوي معاكي. انت الايام دي في فوله كده انا بجيبها من فتح الله والله، ايه بنقعها يوم ونص او يومين على الاقل، يوم ونص او يومين زي ما انت عايزه. كل ما هتطولي في النقع فيها هتستوي معاكي، هتخليها زلابيه زلابيه زلابيه. وخدتها وغسلتها كويس ونقعتها في الميه يومين، وبعد كده بعد يومين نشلتها وحطيتها بقى في حله زي ما حضراتكم شايفين كده، وحطيتها على النار. غسلتها كويس جدا ومره واتنين، وبعد كده حطيتها في الحله وغطيتها بالميه المناسبه ليها. ومع كوبي الحله كوبايه الحله شويه علشان ما تقعديش تفتحي عليه كل شويه. اهم حاجه يا جماعه الفتح على الفوله هو اللي بيخليه ليه يسود. اما اللي انت قافلاه وكمراه كويس ومليان ميه بتاعته وموطيه النار عليه هيبقى زي العسل وزي الفل. احنا دلوقتي حاطين اهو يا جماعه الفول بتاعنا على النار، وحطينا عليه طماطمتين زي ما حضراتكم شايفين كده، وقطعوها كده حتت صغيره وسيبوها. هو ده مقادينا النهارده في الفول والطماطمايه وبس، وحبة المية، واملي الحلة بتاعتي مية كويسة. وهو ده بس اللي انا عايزاه منكم. وتحطوه يا دوبك يغلي غلوتين على النار، وبعد كده تحطيه على نار هادية وعين متوسطة كده خالص وهادية. تسيبيه بقى ساعة ساعتين 3 لحد السوى اللي انت عايزاه. في ناس بتاكل الواحدة بوحدتها، في ناس ما بتحبش القش يبان، في ناس بصوا كل واحد ومذاقه، كل واحد بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا في الحلة ده بعد ما استوى، انا ما بحبش ان انا اكل الفولة بفولتها، لازم اسويه جامد عشان اقدر اهيسه. بص المنظر، بص الحلاوة والجمال. ده بعد الهيس يا دوبك هيسته كده طلع زلابية ولوز لوز لوز. طبق فول زي العسل وطعم وشكل يفتح النفس. في مطبخ ام ياسين على قد الايد. ما تنسيش تدعمي القناه باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. واهم حاجه واهم نصيحه عايزه اقولها لك في الفيديو النهارده اللي احنا ننقع الفول كويس جدا، ما نستعجلش عليه علشان يطلع لنا بالجوده دي اللي انت تقدري تهيسيه، ما يبقاش القش عايم كده فوق الوش. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.